مرحبا بكم في فيديو جديد عبر قناة سعودي مورنينج. وقبل بدء الفيديو ندعو مشاهدينا الكرام إلى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وعمل لايك. نبدأ على بركة الله. وفي هذا الفيديو نناقش الخبر التالي: الاتحاد الآسيوي يرد بقوة على تصريحات رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أبو ريدة. جدد الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم دعمه الكامل لاستضافة المملكة العربية السعودية نهائيات كأس العالم 2034 لكرة القدم، مؤكدا أن المملكة قادرة على تنظيم نسخة تاريخية من البطولة. وقال في تصريحات إعلامية إن استضافة السعودية لكافة مباريات كأس العالم هو حق أصيل يكفله حصول ملف المملكة على اعتماد الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، التي تمتلك وحدها حق تسمية الدول المستضيفة لكأس العالم وفق النظام الأساسي للاتحاد الدولي. وأضاف أن احترام أنظمة ولوائح الاتحاد الدولي يعد أمرا واجبا على كافة الاتحادات القارية الوطنية المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي، وهو الأمر الذي ينطبق على حصول السعودية على شرف تنظيم كأس العالم 2034 بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد الدولي. شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، ولا تنسوا ترك تعليقاتكم والتفاعل مع القناة، وإلى اللقاء في فيديو جديد وخبر جديد.